تعالوا ندوق الفشارية البرتقاني دي بالبرتقال. عملتوها ازاي دي؟ الفشارية الخضراء عامل ايه ده؟ التفاح ده ولا ايه ده؟ المقرمشات دي عليها ملح، الشوكولاتة مسكرة، الاتنين مع بعض ازاي مش عارف. فان عاملة كيكات وكب كيك وانواع فشار ومقرمشات، فاحنا هنجرب حاجة حاجة كده عشان اقول لكم رأيي فيها. اول حاجة هي كب كيك الشوكولاتة بقطع الشوكولاتة. تعالوا نفتح وندوق. التغليف بتاعها كويس قوي، مخلي لك ان الكيكايه متحافظ عليها لحد ما توصل لك. شكلها كده يعني الكيكايه من جوه كده، شكلها من بره. دوق بقى، يلا بينا، بسم الله. الكيكايه نفسها طعمها حلو جدا لدرجه ان هي تحسسك ان هي لسه معموله، وتحس ان هي حاجه بيتي فعلا. لا، عجبتني قوي. تاني حاجه كيك الريد فيلفت بحشو حليب الشوكولاته. حليب الشوكولاته ايه؟ حشوه كريمه الحليب. تاني حاجه كيك الريد فيلفت بحشوه كريمه الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي فيها الكريمه حلوه قوي، ولكن الكيكه من بره نفسها عاديه جدا بالنسبه لي. اللي بعده كب كيك فانيليا بقطع الشوكولاته. ده برضو شكلها من جوه وشكلها من فوق. بسم الله. والكيكه هنا مش احسن حاجه، وحاسسها نفس بتاعه الريد فيلفت، بس هنا الفرق ان هي بيضه والتانيه بتاعه الريد فيلفت كانت حمراء. قطع الشوكليت شيبس اللي جواها بصراحه كان طعمها جامد قوي. كيكه محشيه بكريمه الفراوله، ودي اول ما فتحتها بصراحه ريحه الفراوله طالعه منها قوي. حاسس ان هي اولا من فوق ناشفه جدا، ومن هنا هي طريه بس تحس ان هي مفروله شويه. تعالوا ندوق بس ونقول طعمها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيكه لوحدها عاديه زي باقي الكيكات، ولكن الحته اللي جوه اللي بيكون فيها حشو صوص الفراوله موديها في حته تانية خالص. واللي بعده كيكه فانيليا بقطع الفواكه المجففه. تعالوا نجرب. بص معايا، هنا من فوق طريه ومن جوه مش مفروله، شكلها حلو قوي. تعالوا ندوق. بسم الله. انا بالنسبه لي زيها زي اي كيكه فانيليا، خصوصا ان هي قطع الفواكه المجففه فيها مش كتير، يا دوبك حتتين ولا حاجه، بس في المجمل هي طعمها حلو. ودي برضو كيكه فانيليا بقطع الفواكه المجففه، ولكن هي عباره عن سلايس كده او بار متقطع اكيد من حاجه كبيره يعني. تعالوا نجرب ونقول. دي شكلها من تحت وشكلها من فوق، وشها تقريبا متحمص شويه ناشفه. ودي كميه قطع الفواكه المجففه اللي محطوطه من فوق. بسم الله. برضو شويه فواكه مجففه من تحت من الناحيه التانيه. دي عجنتها بالنسبة لي أحلى. التحميصة اللي فوق مديها طعم حلو، يعني مخليها أحسن من عجينة الكب كيك. فبالنسبة لي دي أحسن من الكب كيك اللي هو بقطع الفواكه المجففة. بريميوم شوكليت شيبس براونيز. وهنا فان داي تقريبا كده بتنافس بقوة. تعالوا نفتح ونجرب. بسم الله. طرية من فوق وطرية من تحت، وده شكلها. بسم الله. ما تنسانيش بقى باللايك الحلو والفولو التمام وشير على قد ما تقدر. عالمية عالمية. ممكن اخد حتة كمان. جامدة جدا. واللي بعد كده سناك اند جو من فان داي برضو، ودي عبارة عن سناكس ومعاها كريمة الشوكولاتة بالبندق. تعالوا نفتح ونجرب ونقول بسم الله. وده شكلها من جوه. الباكج بتاعتها حلوة قوي بصراحة. بصوا المقرمشات بقى اللي معاها، عارفينها دي. انا عايز ادوق واحدة الاول بس كده من غير الشوكولاتة، اقول لكم رأيي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، طازه جدا، حلوه قوي. تعالوا نجربها بقى بالشوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوكولاته جامده قوي، بس في حاجه بقى غريبه انا مش فاهمها في الموضوع. استنى هقول لكم. المقرمشات دي عليها ملح، الشوكولاته مسكره، الاتنين مع بعض ازاي مش عارف، بس بصراحه تجربه حلوه. اللي بعده بقى اصابع بسكوت مملحه بطعم البيتزا. دي شكلها كده من جوه، فيها كميه يعني محترمه حلوه. دي شكلها. تعال نجربها. بسم الله. طعمها حلو، ولكن طعم البيتزا فيها ضعيف شويه، واعتقد ان دي لو كانت ساده اتحطت مع علبه الشوكولاته اللي فاتت على طول كانت هتبقى احلى كتير. واللي بعده اصابع بسكوت برضه مملحه بس بطعم الزيتون. تقريبا نفس الكميه، بس هنا التحميص بتاعها اقل شويه من اللي فاتت. تعالوا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى حلوه، دي عجبتني. طعم الزيتون فيها واضح قوي بصراحه. الفشار الكلاسيك او الفشار اللي بالملح، الفشار العادي يعني بتاعنا. وده شكل الكميه كده من جوه، وده شكل الفشار نفسه، ابيض ومستوي بصراحه كله. تعالوا بقى ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. فشار بيتي درجه اولى، هو عادي كلاسيك، فبالنسبه لي هو طعمه زي اي فشار. اللي بعده فشار بطعم الشطه والليمون. تعالوا نجرب واقول لك رايي. وده شكله من جوه وكميته. الكميه هنا طبعا اصغر من اللي فات، وده معروف يعني عشان الخامات او الطعم اللي هيحطوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عموما بعشق اي حاجه فيها طعم الشطه والليمون، وده طعمه من الاخر. اللي بعده بقى فشار بطعم البيتزا. تعال نجرب واقول لك رايي. وده شكله والكميه، اعتقد ان هو اقل من اللي فات حبه صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بالنسبه لي اللي بالشطه والليمون احلى من اللي بالبيتزا، بس في المجمل شغال.
كان في طعمين كمان اللي هو بالجبنه والباربيكيو، بس دول ما لقيتهمش. اللي بعده فشار بطعم الفواكه. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش، هنشوف دلوقتي. ايه ده؟ ده شكله من جوه ودي الكميه. لا انا عايز اطلعه لكم قدام الكاميرا بقى عشان تشوفوا، يعني تشوفوا اللي انا شايفه. ده شكل الفشار. تعالوا ندوق، بسم الله. ناخد فشارية حمراء. ايه ده؟ فشار مسكر ازاي؟ تعالوا ندوق الفشارية البرتقاني دي بالبرتقال. عملتوها ازاي دي؟ فشارية خضراء. عم ايه ده؟ التفاح ده ولا ايه ده؟ لا 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 لا، ده مش فشار، ده ملوش علاقة بالفشار نهائي يعني. ما جابوش تاني خالص. اللي بعده فشار بطعم الشوكولاتة والتوفيق. مش عارف برضه دي هتبقى عاملة ازاي، بس تعالوا نشوف. الله، ريحته حلوه قوي. ده شكله كده من جوه والكميه بتاعته. اوريكم برضو شكله الاول. ده شكله كده، بسم الله. بص هو طعمه حلو، بس مش الموضوع ملوش علاقه بالفشار. انا بالنسبه لي الفشار يعني حاجه مملحه، حط عليه ملح، حط عليه طعم شطه وليمون، طعم جبنه، بهارات فراخ، بهارات كباب، شويه كاري بيودوه في حته. ما بجربوه، خلي بالكم الموضوع ده جامد قوي. في النهايه لو انت لسه معايا لحد دلوقتي فانت بطل من الابطال. ما تنسانيش بقى باللايك الحلو والفولو التمام وشير على قد ما تقدر. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.